عاد مشروع تيليفيريك طنج الذي كان قيد الدراسة منذ عام 2010 إلى الواجهة من جديد، وتتضمن دراسة قيد الإنجاز إحداث خط تيليفيريك بطول 2.5 كيلومترا و4 محطات: محطة القصبة، محطة الميناء، محطة المارينا، محطة ساحة فرو أو ما يعرف محليا بسور المعكوازين. المرحلة الأولى من إنجاز المشروع ترمي إلى الربط بين النقاط الاستراتيجية بالمدينة، وبحسب مصادر فإن تعقيدات تتم دراستها حاليا من بينها القيود المالية والبحث عن التمويل الكافي للمشروع، وأيضا التعقيدات الإدارية وتغير الأولويات. مستقبل واعد لطنجة. وبحسب مهتمين بالشأن المحلي فإن إعادة إطلاق هذا المشروع سيساهم في حل إشكالية المرور وسط مدينة طنجة، بالإضافة إلى تعزيز الوجهة السياحية لمدينة البوغز عبر منح السياح والقاطنين تجربة بانورامية فريدة من نوعها. ومن المقرر أن يبدأ العمل في المرحلة الأولى في الأشهر المقبلة، مع مواعيد نهائية طموحة للتشغيل الجزئي.